بسم الله الرحمن الرحيم. كده النهارده هنتكلم عن ادوبي بريمير. النسخه اللي معانا النهارده هتبقى 2020. نتكلم عن نسخه 2020. ان شاء الله هنحاول نلم اغلب الحاجات المهمه والاساسيه في البرنامج ده بالنسبه للناس اللي ما تعرفش اي حاجه في البرنامج واول مره تتعامل معاه. ان شاء الله الفيديو ده هيبقى مفيد ليه. اول حاجه بنعملها بنفتح التطبيق. في ناس بيظهر لها مشكله ايرور هنا كارت الشاشه. المشكله دي بتبقى ان انت مش معرف كارت الشاشه على اخر تحديث عندك تبع الشركه اللي هو فيها، يعني زي اي ام دي او نيفيديا. لازم تكون محدث كارت الشاشه لاخر تحديث. بس انا عندي مشكله في كارت الشاشه. كارت الشاشه عندي اي ام دي، والمشكله ديت ما كانتش برضو راضيه تتحل مع اني محدثه لاخر تحديث تبع الشركه. فالناس اللي هيظهر عندها الايرور مع انها عامله اخر تحديث هتدخل تلغيه، بس هيفضل عندها نفس الايرور يعني، بس هو مش هيظهر لها وهي بتفتح البرنامج. يعني ما عادش هيظهر تاني الايرور اللي هو بيظهر للناس وهي بتفتح البرنامج. كل اللي انت بتعمله ان انت بتيجي هنا عند ايديت وتنزل تحت على بريفرنسز، تيجي على جنرال، بتظهر لك الواجهه دي. بتيجي هنا عند الاختيار اللي قبل الاخير ده show system compatibility issues at startup. ده بيبقى متعلم عليه صح، ده اللي بيخلي رساله الخطأ تفضل تظهر لك. كل اللي انت بتعمله ان انت بتلغي العلامه اللي عليها زي ما انا عامل كده وتدوس اوكي. تمام، بس كده كده رساله الخطأ مش هتظهر لك وانت بتفتح التطبيق تاني. دي اول حاجه. بعد كده واجهه البرنامج زي ما انت شايف كده، فيها على الشمال هنا نيو بروجكت واوبن بروجكت. نيو بروجكت لو انت هتعمل مشروع جديد، اوبن بروجكت لو انت هتفتح مشروع قديم. وغالبا المشاريع القديمه بتفضل موجوده عندك هنا اللي انت عملتها قبل كده لحد مثلا ما تنزل نسخه او تسطب البرنامج تاني، بتلاقي المشاريع دي اتحذفت. فدايما هتلاقيها موجوده هنا، فانت مش شرط تفتحها من اوبن، ممكن من هنا. اوبن دي مثلا لو انت عايز تفتح مشروع انت ما كنتش انت اللي عامله مثلا، او اتحذف من القائمه دي. نيجي بقى عند نيو بروجكت. ده الشغل بتاعنا. لما بتدوس على نيو بروجكت بيظهر لك القائمه دي. كل اللي انت بتعمله هنا ان انت بتعمل اسم للفيديو، وليكن مثلا شرح بريمير، وبنختار مكان للفيديو. روس، شوف بقى انت عايز تحفظه فين. انا مثلا هحفظه هنا. تمام كده انا سميت البروجكت اللي هنشتغل عليه واخترت المكان اللي هنسيبه فيه. بس ما تعملش حاجه تانية، تدوس اوكي. من طبيعه تطبيق بريمير ان هو تقيل، فخليك روح كده وانت بتتعامل معاه لان هو يعني متعب في حته ان هو محتاج جهاز قوي. ده غير ان هو فيه كراشات كتير، يعني ممكن تلاقيه فصل منك فجأة وانت شغال. دوس كنترول ويس كل فترة لو هو ما عملش اوتو سيف اوتوماتيك، يا اما تدخل تعملها من الاعدادات وهقول لك بتيجي منين. دي واجهة التطبيق. هتفتح التطبيق هتلاقي بالمنظر ده كده. ممكن تلاقي الجزء ده مختلف، يعني انا حاطط فيه هنا الاسينشال جرافيكس عشان الكتابة. هنا ممكن احط فيه الايفكتس مثلا، يعني غالبا هتلاقي فيه كلمة الايفكتس دي. غالبا هتلاقيه بالمنظر ده كده. effects هتلاقيه على اليمين، والبرنامج هيبقى عندك بالشكل ده كده. الجزء ده اللي على الشمال ده مكتوب فيه import media to start، يعني من هنا احنا هنحط الملفات اللي احنا هنشتغل عليها. نضغط دبل كليك يفتح لك انت عايز تجيب الملفات منين. هنجيب مثلا فيديو قديم من القناة عشان نشتغل عليه، وليكن ده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. بعد كده في هنا الجزء ده اسمه التايم لاين. ده المطبخ بتاع ادوبي بريمير. ما ينفعش تطلع فيديو من ادوبي بريمير الا عن طريق ان انت تحط الفيديو هنا وتشتغل عليه. بقى هنا الشغل كله، هنا الورشه تشتغل وبعدها تعمل اكسبورت للفيديو. فاحنا كل اللي انت بتعمله بتقوم ساحب الفيديو ده كده وتقوم حاتفه على المطبخ او على الورشه بتاع البرنامج. بتلاقي الفيديو ظهر لك زي ما انت شايف كده، الجزء اللي فوق الصوره والجزء اللي تحت الصوت. تمام. في اوقات هتلاقي فيها السكتات ديت اول حاجه المفروض تعملها في البرنامج، ان انت تقطع السكتات دي. بس في حاجه لازم تعملها قبلها. لو انت بتسجل الصوت بتاعك على مثلا هات موبايل خارجي او على اللابتوب مثلا، وانت بتسجل بالكاميرا او بتسجل بالموبايل بس الصوت منفصل عن الفيديو، يعني انت بتسجل الفيديو بالكاميرا بس بتسجل الصوت على اللابتوب مثلا. اللي انت المفروض تعمله ان احنا مثلا هنجيب وليكن الاوديو. هنعتبر ان ده الاوديو. انا طبعا الفيديو ده اصلا معمول مونتاج قبل كده. هنعتبر ان ده الاوديو اللي انا سجلته على اللابتوب. كل اللي انا هعمله هسحبه هنا احطه في التايم لاين. تمام الكلام ده قبل ما نقطع وقبل ما نعمل اي حاجه. تمام نركز في الحته دي. بعدها نقوم جايين معلمين على الاثنين مع بعض. الفيديو، الفيديو يعتبر جزء واحد لان هو لسه ما انفصلش عن بعض، ما عملتلوش ان لينك. والصوت هو جزء كمان كده، يبقى عندي جزئين الفيديو مع الصوت. نعلم عليهم ونعمل حاجه اسمها سينكرونايز. سينكرونايز هنضغط كليك يمين هنا. بعد ما علمت على اتنين هنضغط كليك يمين هنلاقي سينكرونايز. تمام. تسيبها تيجي على اوديو دي كده تخليها واحد زي ما هي غالبا هتلاقيها بالاعدادات دي. تضغط اوكي. تمام هيعمل لك مزامنه بين الصوت اللي انت مسجله خارجيا والصوت اللي المفروض الكاميرا لقطته او الموبايل بتاعك لقطه.
تمام. هو جاب لي كده ان هو جه عند الجزء ده، هو انا كده عملت مزامنه للصوت. كده احنا عملنا مزامنه للصوت. غالبا الجزء الاخير ده كنت انا بشرح على لابتوب، فله فويس تاني، فويس اوفر تاني، مش تبع الجزء الاولاني ده. بعد كده هندخل على اهم حاجه، ودي الاساسيات بتاعه البرنامج او بتاعه المونتاج عموما على ادوبي بريمير. وهي عندك هنا القايمه دي، اول حاجه هي السلكشن تول. تمام. ديت لما تلاقي الدنيا قفلت معاك او انت مثلا الماوس شكله اتغير عن كده، تضغط عليها هنا او تدوس حرف الفي من الكيبورد. حرف الفي هو بيحول لك الماوس لشكله الطبيعي. تنزل هنا الاختصارات دي بالنسبه ليك كواحد لسه بادئ يتعامل مع البرنامج، هتحتاج منها السليكشن تول والرازر تول. الرازر تول دي اللي هي القط، دي اهم اداه عندنا في البرنامج حرفيا، ما حدش يقدر يشتغل من غيرها الا لو كان عامل وان شوت فيديو، زي ان هو بيصور الفيديو مره واحده من غير اخطاء، من غير اي مشاكل فيه، وما بيقطعش فيه بعد كده، حتى لو في سكتات او الصوت هدي او الكلام ده ما بيقطعش فيه. فالرازر تول. وبعدها عندك هنا التايب تول. التايب تول ده اللي هي الكتابه، ديت اللي هنكتب منها النصوص على البرنامج. فهنيجي هنا عند الرازر تول، الاختصار بتاعها سي. يا ريت تستخدم الاختصارات اسهل، لان الاختصارات بتسهل عليك كتير قوي. فانت عندك 4 اختصارات هنا اساسيين، السي والفي. السي بتعمل قط للفيديوهات اللي هي الرازر تول، والفي بتحول لك الماوس لشكله الطبيعي عشان ما يبقاش مختار او عامل سيلكت على اي اداه. عندك الكيو والدبليو، دي هنستخدمها دلوقتي في القط. فهنعمل ايه؟ هنيجي هنا عند الرازر تول، نختار السي. هيبقى شكل الماوس بالمنظر اللي انت شايفه ده، كانه موس. هينزل بقى ايه، نيجي هنا عشان نخلي الصوت ماشي مع الفيديو. وبعدها ايه، نختار الفي. تمام. بقى الماوس شكله ماوس عادي. نلغي دي الاول. شوف انا مش معلم على حاجه اهو. بعدها نضغط بقى على الجزء الزياده ده ونعمل له ديليت من الكيبورد. تمام. طب الجزء اللي قدام ده ممكن تحط فيه الانترو يعني مثلا نعمل امبورت، وليكن هنحط الانترو الجديده اللي انا عاملينها في القناه دي. هنسحب الانترو نحطها قدام هنا. نيجي بقى ايه، هي خلاص حطيناها في المكان ده، نضغط على المكان ده اللي هو الحته الفاضيه اللي في الاول، ونضغط ديليت من الكيبورد. بعدين نضغط على المكان ده، الحته الفاضيه الثانيه نضغط ديليت. ديليت دي بتلم الفيديو على بعض، يعني اي مكان فاضي انت سايبه في الشغل تضغط عليه ديليت، بتعلم عليه وتضغط عليه ديليت، بيقوم لامم اللي بعده، يلموا على الجزء اللي قبله، ما يبقاش فيه مكان فاضي. كده انا عندي فويس وعندي فيديو وعندي انترو. بعد كده هنحتاج نعمل مثلا، لو انت عايز هتعمل الطريقه ديت، يعني انت بتسجل الصوت على حاجه خارجيه، فانت محتاج حاجه برضو نصيحه مني، ان انت الصوت اللي في الفيديو نفسه يتحذف. يعني الصوت اللي انت سجلته بالكاميرا او بالموبايل لازم يتحذف، لان انت ممكن تعمل له هنا ميوت. انا كنت بعمل له ميوت، كنت بقعد ارفع في الصوت اللي انا مسجله من بره على اللابتوب، بقعد ارفع فيه كتير وبرضه بيطلع مكتوم. وكذا حد كان يشتكي لي في اول فيديوهات ليا ان الصوت بيتكتم. لحد ما جيت في مره انا حذفت، عملت ان لينك هنا. تمام. بتعلم على الفيديو. تمام. تضغط كليك يمين، بعدها تطلع على ان لينك. كده بقى عندك صوره لوحدها وفويس لوحده في الفيديو اللي انت رافعه. تمام. تيجي عند الفويس وتعمل له ديليت. تمام. دلوقتي انت لازم بقى تربط الصوت بتاع الفيديو بالفويس اللي انت مسجله على اللابتوب. تقوم معلم على الاتنين مع بعض، تقوم كليك يمين وتعمل لينك. كده انت عملت لينك بين الصوت اللي انت مسجله على اللابتوب او على الموبايل الخارجي، بالموبايل مثلا المشبك اللي اتعلق في الرقبه والكلام ده، الموبايل يبقى في جيبك وكده، سواء بقى بمايك بويا او اي مايك تاني، وعملت لينك بينه وبين الصوره اللي انت مسجلها بالموبايل او بالكاميرا. هنا انت ممكن تحرك الفويس في الخانات اللي فيها الفويسات، يعني في خانات بتحط فيها فيديو مكتوبه هنا اهيت، وفي 1 في 2 في 3، وفي قناة بحط فيها اوديو اي 1 2 اي 3. اوديو دي اللي هي الفويسات والموسيقى والحاجات دي. فيديو اللي هي تحط الفيديو، او ممكن تحط فيها الادجستمنت لاير اللي هي هنتكلم عنها كمان شويه. فانت هتعمل ايه بقى؟ انت بعد ما ربطت الاثنين مع بعض، نبتدي بقى في المرحله اللي عليها الضوء. عندك اللي فوق ده تقدر تقول عليه مؤشر او انديكيتور. المؤشر ده انت بتحركه على المكان اللي انت عايز تعمل عليه قط. ماشي. يعني مثلا احنا نيجي هنا عشان الحته دي فيها سكوت، الجزء ده فيه سكوت اهوت. تمام. نيجي بقى عند الجزء الفاضي ده، الشريط اللي تحت ده تحرك منه التايم لاين. تمام. عندك هنا تعمل زوم اوت كده، تعمل زوم ان على الجزء عشان تبقى شايف التفاصيل اكتر. ماشي. فنيجي مثلا على اول جزء، وليكن انا سكت هنا، الموجة خلصت هنا. نعمل زوم ان كمان شوية، الموجة خلصت عندي هنا. تمام. اعمل زوم على قد ما تقدر كده، الموجة خلصت عندي هنا. بلاش كده عشان هناكل من الصوت. اللي انت بتعمله بقى، بتيجي تعمل سي. تمام. لياقات يتحول معاك الريزر تول بالمنظر ده، وتقوم ضاغط هنا كده. انا عملت قط.
تمام. بعدين تعمل زوم اوت، تعمل بي، وتيجي عند اخر الجزء اللي انت ساكت فيه مثلا، وليكن هنا. تمام. عندك بقى اوبشنين، يعني عندك اوبشنين. الاوبشن الاسهل وده الاحسن هو الاختصارات بتاع الكيبورد. الاوبشن التاني هو ان انت هتستخدم السي برضو رازر تول، تعمل كده مثلا، وبعدين تعمل في. تمام كده انا عملت قط هنا وقط هنا، الجزء ده ساكت، اعلم عليه، اعمل له ديليت، وبعدين اعلم على الحته الفاضيه اعمل لها ديليت. تمام. بس ده هتاخد وقت، فانا الاسهل بعد ما عملت القط بتاعي هنا اللي هو الاولاني، ما عملتش التاني لسه، عملت القط الاولاني، اجي هنا عند الجزء التاني اللي انا هقطع عنده، اللي هو بدايه الكلام اللي عليه الدور، نزوم شويه هنا اهو. تمام. كل اللي انا بعمله بضغط كيو. كيو عمل كل اللي انا عملته اللي فات، اللي هو ان انا اقطع، وان انا امسح الجزء اللي اتقطع، وبعد كده ان انا امسح الجزء الفاضي اللي تحت اللي اتقطع عشان يلم الجزئين على بعض. هو حرف كيو عمل الثلاث حاجات ديت في حاجه واحده. تمام. فكل اللي انا عملته ان انا عملت القط الاولاني، القط اللي هنا في البدايه، وبعد كده امشي قدام عشان اعمل كيو. عملت كيو فجاب لي بقى الجزء الكلام اللي عليه الدور، ضمه على اللي قبله. ليه؟ لان الدبليو هو عكس كيو. يعني مثلا لو انا عايز استخدم الدبليو بقى، هنيجي مثلا في جزء فاضي زي ده في سكوت، وليكن الجزء ده هنا، نيجي بقى من اليمين، يعني بدل ما كنا بادئين من الشمال وماشيين بالتايم لاين اليمين كانجلش، نيجي بقى هنا نعمل الكت بتاعنا بالسي. تمام. في اختصار تاني للكت اللي هو كنترول كي، ممكن تستخدمه عادي، وليكن تعالى نستخدمه، نقف بالمؤشر هنا ونعمل كنترول كي. كده انا عملت الكت بتاعي. تمام. انت عندك اختصارات اساسيه، السي والفي والكيو والدبليو والكنترول كي. كنترول كي ده اللي هو الرازر تول، اللي هو بدل ما تعمل سي وتعمل كات بالماوس، لا انت بتعمل كنترول كي على طول. يعني تقف بس بالمؤشر هنا، تتحرك بالمؤشر ده كده هنا كنترول كي، وترجع هنا تستخدم الاختصار اللي بعده، وهكذا من غير ما تنزل بالماوس هنا في المكان ده. فكل اللي انت بتعمله بتمشي المؤشر ده كده، بتسرح بيه كده وتقطع بقى. تمام. طيب دلوقتي انا عملت هنا الكات، قلنا لو احنا بادئين من هنا وماشيين يمين بنعمل كيو. طب لو انت هنا وهتمشي بقى شمال هتعمل دبليو. تعمل دبليو عمل نفس اللي كيو بتعمله، بس هي عكس الحركة. يعني كيو لو انت قاطع من الشمال وعايز تلم اللي على اليمين تحدفه شمال تستخدم الكيو. تمام. نعمل مثال تاني عليهم. نيجي هنا مثلا في الحتة الفاضية دي نعمل كنترول كي، نستخدم الاختصارات بقى المرة دي، كنترول كي دي الرازر تول. كده انا قطعت هنا اهوت. نيجي بقى هنا الكلام ده مثلا الحتة دي فيها كلام اهيت او فيها موجة، ان هم عاملين كيو كده قطع. تمام. نيجي بقى هنا في مكان فاضي تاني، هنا مثلا نعمل زوم شوية، نيجي هنا نعمل بقى الدبليو. هنعمل في الاول كنترول كي. تمام. وبعدها هنيجي هنا عند نهاية الفويس اللي قبله ونعمل دبليو. تمام. دي الاختصارات، ودي انصحك تستخدمها جدا جدا جدا، هتأثر معاك الوقت كتير جدا. تمام. ده بالنسبة للقط والتقطيع، كيو دبليو الاختصارات والكنترول كي والسي والفي. في حاجة مهمة جدا برضو عشان بس محدش يسأل عنها في التعليقات، وهي ان انت لو انت بتسجل مثلا صوت فانت محتاج ترفع الصوت شوية. لو انت بتسجل صوت خارجي انت برضو محتاج ترفع الصوت شوية، لان الصوت ممكن يبقى واطي او هادي. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتعلم على الصوت كله. تمام. وبتعمل كليك يمين وبتعمل حاجة اسمها اوديو جين. تمام. يعني بتعلم على الفويس كله اهوت، وبتعمل كليك يمين وبتعمل اوديو جين. اوديو جين انت بقى عايز ترفع بمقدار قد ايه؟ يعني انت عايز ترفع بمقدار قد ايه؟ انت دلوقتي مسجل على 2 دي بي او 0 دي بي او 3 دي بي، انت مسجل على ايه؟ على حسب المايك اللي معاك. إيه لو انت مسجل بالمايك بتاع الموبايل فانت اساسي لازم تحتاج ترفع الفويس بتاعه شويه، لان هو الصوت بتاعه بيبقى هادي شويه، لانه معمول للمكالمات اصلا وللاستخدام الطبيعي كموبايل، مش معمول للفويس اوفر ولا معمول لفيديوهات اليوتيوب ولا الكلام ده. بعد ما جت القايمه دي هنعمل بقى هتلاقي adjust gain by، نزود، انا بزودها غالبا 8.
يعني عندك بقى زود براحتك لحد ما تلاقي الصوت بدأ يبقى عالي او واضح في الفيديو، ماشي. ملهاش رقم ثابت، على حسب المايك اللي انت بتسجل بيه. زود مثلا 2 في 2 3 في 3 وهكذا. ممكن تزودها اكتر من مرة عادي. وبعد كده لو انت مش عاجباك، لو انت عايز تغير بقى، ممكن تستخدم السالب. يعني مثلا بدل ما تعمل 8 هتعمل شرطة كده وتعمل 8. تمام. يا اما تعمل كنترول زد. كنترول زد لو انت خدت خطوة في البرنامج وعاوز ترجع عنها، انا مش محتاج الخطوة دي دلوقتي وهنعملها دلوقتي. فليكن مثلا هنعملها 8 كده، أنا هرفع الصوت بنسبة 8 ديسيبل. تمام. هتلاقي الموجات عليت عندي هنا، يعني انت هتلاقي الموجات شكلها اتغير. تمام اهو. والصوت عالي كمان عندي على الكمبيوتر. دون او اكتر من حاجه. تمام كده. طيب في حاجة برضو بالنسبة للفيديو نفسه، ممكن تلاقي فيه إلاج أو تقطيع أو الفريمات ماشية بالراحة مثلا. ده بيبقى بالنسبة للأجهزة اللي هي العادية زي بتاعتي كده، مش اللي هي الأجهزة العالية وكده. فأنت بتيجي من هنا، في عندك فول وعندك نص وعندك ربع. دول اللي هي الجودة بتاعت الفيديو اللي هيظهر لك فوق هنا. فممكن تعملها الربع، هتلاقي نفسك وانت مشغل الفيديو حاجه او في حاجه عايز هتلاقيه بدأ يبقى أسرع وبدأ شغال عادي، اللابتوب او مخلي. لسبب إن هو بيقلل الكواليتي اللي انت شغال عليها او اللي انت بتشوفها قدامك في البرنامج. بس ملوش علاقة بالاكسبورت بتاع الفيديو، يعني ملوش علاقة بانت بتخرج الفيديو جودة عاملة ازاي. ده بس بيريح لك البرنامج جوه شوية زي البروكسي كده. في حاجة اسمها بروكسي، ان انت بتعمل فايلات وهمية تخفف لك الشغل جوه البرنامج. فهنا دي اسهل حل، ان انت بتعمل هنا ربع. فانا بعملها ربع، ده بيقلل لي الكواليتي وانا بعمل بلاي، يعني مثلا وانا بشغل الفيديو انا بس استخدمها مثلا لو كده. انا بره البلد وكنت في. تمام. بس كده انا عشان اقدر بس يبقى بسهولة قدامي ان انا اتحكم في البرنامج نفسه. بعد كده الحاجة اللي عليها الدور، وهي ان انت لو عايز تضيف صور او عايز تضيف فيديو جنبك في الشاشة، او حاجة مثلا وانت بتتكلم تظهر جنبك كلام من ده. فانت بتجيب مثلا الصورة اللي انت عايز تضيفها، وليكن مثلا الفيديو بتاع لو انت عايز تبدأ قناة يوتيوب، نجيب الفيديو ده ونجيب مثلا الصورة دي على أساس إن هي الصورة اللي احنا هنحطها ورانا. طبعا انت بتعمل امبورت لأي حاجة انت عايزها، بتحط صور، بتحط فيديوهات، كله من هنا من القائمة اللي على الشمال دي. لازم تكون معلم على دي اللي هو اسم بروجكت، ما تكونش مثلا مختار ميديا براوسر او مختار لايبراريز او مختار انفورميشن. لا، لازم تكون معلم على شرح بريمير. تمام. طيب دلوقتي انا خدت الجزئين دول، انا مثلا عايز احط الفيديو ده او دي الصورة عايز احطها مثلا هنا في الحتة دي كده. تمام. فانت بتيجي تقف عليها بالمؤشر، تقوم معلم عليها أو فانت بتيجي تقوم معلم عليها كده زي ما انت شايف. بيظهر لك قائمة فوق على الشمال اسمها الإيفكت كنترولز هنا. بس نحط المؤشر عليها عشان تبان، نحط المؤشر عشان نشوف الصورة. كل اللي انت بتعمله ان انت بتلعب في البوزيشن والسكيل، الاتنين دول الارقام دي. يعني مثلا البوزيشن ده الاتجاهات الاكس والواي. السكيل ده بقى ده نبتدي فيه الاول، يعني نقلل السكيل عشان الصورة تصغر معانا شوية، نكبر السكيل تكبر، نقللها تصغر وهكذا. تمام. طيب انا قللت الصورة مثلا اللي عجبني السكيل ده. بعد كده البوزيشن بقى، هنا البوزيشن ده الاكس اللي هو الحركة في المحور الافقي. لو انا كبرت الرقم ده بحذف الصورة يمين، ولو انا صغرته بحذف الصورة شمال. فانا مثلا انا عايز الصورة على الشمال هنا وعايز اطلعها فوق بقى. نيجي بقى على الاختيار التاني هنا، الواي، محور الواي هو المحور الرأسي. لو انا كبرته بينزل لتحت، لو انا كبرت الرقم بينزل الصورة لتحت، لو انا صغرت الرقم بيطلع الصورة لفوق. تمام. بس كده كده مثلا حطينا الصورة في المكان ده. هنيجي نشغل الفيديو هتلاقي الصورة بدأت كنت فين تظهر حاجه جنبي. تدون. تمام. دي حاجة. طيب بالنسبة للفيديو نفس الكلام بالظبط، نفس اللي انت عملته في الصورة هو اللي انت هتعمله في الفيديو. نجيب مثلا فيديو وليكن هنا. تمام. انت بقى عايز ايه الفيديو ده؟ عايزه يصغر اولا، اهو صغرته. ونفس الكلام وليكن نحذف المرة دي يمين وتحت مثلا كده. بس يا معلم نعمل بس ميوت عشان مش عايزين روشة. تمام. نعمل ميوت هنا كمان. كده الفيديو الاساسي شغال اهوت، والفيديو التاني اللي انت بتتكلم عنه وليكن مثلا انت بتعمل فيديوهات رياكت او حاجة، الفيديو ده جنبك. تمام. كده ده اللي انت عايزه في حتة اضافة الصور والفيديوهات. موضوع بسيط جدا ماشي. بس دلوقتي
فرضا انت بقى عملت خطوه وعايز ترجع عنها، يعني انا مثلا ضفت الفيديو ومش عايز الخطوه دي، بتعمل حاجه اسمها كنترول زد. كنترول زد بيرجع خطوه. تمام، بيرجع خطوه. انا كنت منزل الفيديو لتحت، دلوقتي هو الخطوه اللي قبله كان اللي هو الفيديو اتحط هنا، نرجع خطوه ان الفيديو كان هنا، الخطوه اللي قبلها ان الفيديو كان كبير اللي هو ده، الخطوه اللي قبلها ان الفيديو كان فوق، الخطوه اللي قبلها ان الفيديو ما كانش موجود، وهكذا. فانت عايز ترجع خطوه 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 خطوه، كنترول زد بترجعك خطوه لورا. فانت بتستخدم كنترول زد في الحته دي ان انت عاوز ترجع خطوه، عاوز ترجع خطوه، وهكذا. تمام. بعد ما ضفنا الصوره، ضفنا الفيديو والكلام ده، انا بقى عايز احط موسيقى للفيديو، يعني انا عايز اضيف موسيقى. ماشي، نفس الكلام بالظبط. هتيجي هنا ادي موسيقى، نضيف اي موسيقى، وليكن اي موسيقى هنا عشان الفيديو بس مش اكتر، عشان الشرح. هنيجي بقى هنا ونضيف الموسيقى في الاوديو تحت. تمام كده انا ضفت الموسيقى. لو تلاحظ انا كنت بحط الفيديو والصورة فوق، لان الفيديو والصور بيتحطوا في الفي مش في الاي. الاي دي قلنا للفويسات وللموسيقى، لاي حاجة صوتية فقط، انما الفيديو هي للصور والفيديوهات وللادجستمنت لاير اللي هي هنعمل منها تعديل الالوان دلوقتي. تمام. طيب انا حطيت الموسيقى، باجي بقى اعلم على الموسيقى، بيظهر لي القائمه اللي هي هنا دي افكت كنترول. برضو انا كل اللي انا بعمله فيها هي ليفل الصوت، بتلاقيه مكتوب لك كذا، بتقوم كاتب بقى شرطه وليكن 10 كده. انا هقلل صوت الاغنيه بنسبه 10 ديسيبل، وانا اصلا كنت رافع صوت الفيديو نفسه بنسبه 8 ديسيبل، فكده انا عملتهم كانهم ايه، في بينهم فرق 18 ديسيبل لو الاتنين متسجلين على نفس الديسيبل اصلا. تمام. فدي كل اللي انا بعمله ان انا بقلل هنا ب10 ديسيبل. ولاحظ ان انا مش حاطط المؤشر عليها اصلا، لان انا اكتر من مره اجي اجرب ان انا احط المؤشر عليها بلاقيه بيعمل تدرج في حده الصوت. يعني مثلا هو قال لي في الجزء ده في اول الموسيقى 10%، بيجي عند المؤشر يقل مثلا 5 او يقل 2 ويرجع يعلى تاني وهكذا. فكان بيبقى فيه خيله في الحته دي. فخلي مثلا خلي المؤشر دايما بعيد، وعلم بس على الموسيقى هيظهر لك الافكت كنترول، عدل منها ايه الصوت بتاعك. تمام، ده بالنسبه لاضافه الموسيقى. طيب دلوقتي الموسيقى مش مغطيه الفيديو كله، فانا عايز تغطي الفيديو كله، فانا بعمل ايه بقى؟ بقوم جاي عليها وادوس الت واقوم ساحب الموسيقى. تمام كده انا خدت منها كوبي. تمام، ادوس الت واقوم ساحبها تاني، كده انا خدت كوبي، وهكذا لحد ما انت ايه توصل لاخر الفيديو. تمام، هي بتتسحب بالمستوى اللي احنا قلنا عليه اللي هو 10 ديسيبل ماينس، ان انا نقصت منها من حده الصوت بتاعها عشان ما تبقاش مغطيه على صوتنا اصلا. تمام. بعدين نيجي عادي زي ما اتعلمنا ان احنا نيجي في الحته الفاضيه هنا مثلا، نكبرها، نعلم عليها، نعمل ديليت. طيب انا بعمل ديليت، هي ما لمتش على الجزء اللي قبله، اهو انا دايس عليها كده وسحبها لحد ما توصل ويظهر عندك المثلث اللي هو الابيض ده، كده انا سبتها. تمام. بس تيجي برضه عند الجزء التاني نفس الكلام، تعلم عليها، تشوف هنا لو ضغطت ديليت لمت، هي لمت من غير ما انا اسحب الموسيقى اللي قبلها، هي لمت من نفسها. تمام. بيبقى على حسب الجزء اللي فوقها، لو الجزء اللي فوقها هيتمسح هو كمان بيقوم لامم عادي، انما الجزء اللي فوقها مش هيتمسح، يعني ما فيهوش حاجه تتمسح، بيبقى لازم تسحبها كده، تحرك منها الصوت يمين وشمال. تمام. تيجي هنا ديليت، بس كده انا لميتهم على بعض. الحاجه اللي بعد كده في البرنامج، لو انا عايز اكتب التكست بيتكتب من التايب تول، بنيجي هنا مثلا في المكان ده وبنعمل الكلام اللي احنا عايزين نكتبه، وليكن كده الحمد لله. نيجي هنا على البوزيشن زي ما اتعودنا، نحذف الكلام في المكان اللي احنا عايزينه يظهر فيه، وليكن هنا مثلا ننزله تحت كده. وعندك السكيل تكبر بقى تصغر، دي بتاعتك. ماشي كده. لو انت عايز تعمل تكست، يعني لو انت عايز تكتب تكست، ماشي، بتبقى من التايب تول زي ما انت شفت كده. ده بالنسبة للكتابة على الفيديو. بعد ما عدلنا في الصوت وربطنا الصوت بالفيديو وعملنا كل اللي فات ده وكتبنا على الفيديو وحطينا الصور في الفيديوهات والكلام ده، فنيجي بقى على اخر حاجة انا بعملها في الفيديو قبل ما اعمل اكسبورت للفيديو. تمام.
بس نيجي قبل ما نشرح الحاجه ديت، نيجي هنا على الايديت ونعمل بريفرنس ونعمل جنرال. تمام. نيجي هنا عند اوتو سيف، ده اللي انا قلت لكم عليه ان انت لازم تخلي البرنامج يسيف كل فتره. تمام. انا عامله بيسيف كل 5 دقايق علشان لو البرنامج قفل او الكهرباء قطعت او اي مشكله حصلت في اللاب عندي، يبقى انا هخسر اخر 5 دقايق مونتاج، لكن مش هخسر مثلا نص ساعه او اخسر ساعه. فانا عاملها على 5 دقايق. تمام. ممكن انت تعملها على 10، ممكن تعملها على 5، ممكن تعملها على دقيقه، انت وسرعتك على حسب سرعتك. تمام. فانا عاملها على 5 عشان بس ما اخسرش وقت كتير. نيجي بقى على تعديل الالوان. لو تلاحظ ده الفيديو بالكاميرا عادي من غير اي تعديل خالص، من غير اي اضافات، من غير اي حاجه. كل اللي انت بتعمله بتيجي هنا عند نيو ايتم دي اللي هي تحت على الشمال دي. تمام. تضغط عليها وتختار adjustment layer وبتسيبه بنفس الابعاد اللي هي ظاهره قدامك. تمام. بيقوم ظاهر لك في الجزء اللي هو اللي هنا ده على الشمال، تسحبه وتحطه فوق في خانه الفيديو. ظهر لك الجزء اللي هو الصغير ده، تيجي هنا تقف جنبه وتقوم ساحبه بطول الفيديو. تمام. نحذف بقى الموسيقى ديت لان هي زياده كده. انا خليت الادجستمنت لاير بطول الفيديو عشان يلون لي الفيديو كله مع بعض. بعد ما عملته نيجي بقى هنا في الافكتس ونختار الحاجات اللي فيها تعديل الوان. يعني مثلا انا بستخدم ال 3 واي كولر كوركتور. تمام. بسحبه واحطه على الادجستمنت لاير، بيظهر لي القائمه اللي على الشمال دي الافكت كنترولز. بتلاقي عندك التعديلات اللي انت شايفها قدامك دي، تلعب فيها براحتك، بس انا بريح دماغي. بختار تاني واحده اللي هي هنا تحت الكلام المضبب ده، اختارها. بيظهر لي اللي انت شايفه ده، الماستر ساتوريشن والشادو والميد تون والهايلايت. بلعب فيهم بقى، دول اللي انا بلعب فيهم. يعني دي 100 مثلا، ممكن اخليها 150. لو تلاحظ انها بتفتح الالوان، يعني اللون الازرق كان غامق دلوقتي بقى زاهي. الشادو ده بالنسبه للاجزاء اللي فيها غمقان، يعني اي ظل، وليكن مثلا الحتت اللي هي فيها سواد هنا دي. تمام. بيفتحها برضو. تمام. الميد تون شايف نفس الكلام. كل ده بيعمل لك تعديل في الالوان. تمام. طبعا الارقام مش ثابته، يعني الارقام مش ثابته. انا ممكن اخلي ده مثلا 150، ده 100، ده مثلا 170، على حسب تظبيطك انت بقى. تمام. وليكن خليها 200 دلوقتي عشان تشوف الفرق قبل وبعد الادجستمنت لاير اللي هو تعديل الالوان. ولو انت بادئ مونتاج لازم تعدل الالوان. اعمل الطريقه اللي انا بقولك عليها دي الصغيره دي، بس هتفرق كتير جدا. انا ما كنتش بستخدمها في اول ما بدات على اليوتيوب، وبقيت بستخدمها من اكتر من فيديو، ولاحظت فرق كبير جدا ان الالوان فعلا بقت جميله، يعني الالوان بقت رايقه. تمام. نيجي على العين هنا، شايف العين دي قدام الادجستمنت لاير؟ نيجي على العين، ده الفيديو قبل تعديل الالوان وده الفيديو بعد تعديل الالوان. طبعا فرق كبير، يعني كده انا احب اشوف الفيديو كده بصراحه يجيب لي اكتئاب. بعدها بقى انت عايز تستخرج الفيديو بجوده عاليه عشان تطلعه على اليوتيوب. كل اللي انت بتعمله ان انت بتيجي تقف في الورشه هنا، تمام، بالماوس، وبتيجي على فايل فوق هنا وتعمل اكسبورت ميديا، اختصارها كنترول ام. البرنامج هينتحر عندي ما شاء الله. تمام. ظهر لك القائمه دي. اول حاجه عندك فوق هي الفورمات دي لازم تبقى H264 اللي هي الصيغه دي بالظبط، لازم تختارها زي ما هي ظاهره قدامك دي. تمام. بعد كده البريسيت دي انت عاوز ترفع الفيديو ده على ايه، يعني على برنامج ايه. فانا مثلا بختار عندك اليوتيوب اخر حاجه تحت خالص. تمام. عندك كذا اختيار، جوده عاليه او جوده قليله، عندك 4K تحت هنا اهوت. تمام. فانا بختار مثلا الفول اتش دي. تمام. بلاش ال4K عشان بيبقى مساحه الفيديو الضعف تقريبا او اكتر من الضعف كمان. فانا هختار مثلا يوتيوب 1080 فول اتش دي. تمام. بعدها ننزل تحت، ما تعملش اي حاجه في الاعدادات ديت، بس في حته هنا انت ممكن تعملها. تمام. ليك انت. لو انت لاحظت هتلاقي estimated file size 716 ميجا، يعني الفيديو 716 ميجا، ولازم تتاكد ان انت الفيديو اللي انت عملت عليه مونتاج هو الديوريشن اللي مكتوبه هنا دي، يعني هو مدته 5 دقايق 51 ثانيه فعلا. مش مثلا ممكن يعني مثلا عملت فيديو قبل كده وبعد ما خلصت مونتاج جيت اعمل اكسبورت لقيت مكتوب هنا ساعه، وانا عامل الفيديو تقريبا 8 دقايق او حاجه، فلقيت مكتوب هنا ساعه دي، يعني انت هتستخرج الفيديو من البرنامج ممكن في 6-7 ساعات.
تمام. وده اللي حصل فعلا، قعدت بتاع حوالي 5 ساعات مستني الفيديو يخرج من البرنامج، لقيت الفيديو خارج لي ساعه، اول 8 دقايق شغالين وبعدها سواد في سواد. فاللي انت هتعمله مثلا قبل ما تعمل اكسبورت عشان تتاكد من ان الفيديو بتاعك هيخرج بمدته، هتيجي عند اخر الفيديو وتشغله. تمام، تشغل الفيديو لما تلاقيه وقف، لما تلاقي المؤشر ده وقف كده مفيش حاجه بعد الفيديو، خلاص كده انا ما عادش فيه حاجه ورا، هو وقف اهو كده مفيش حاجه هنا. طب لو فضل ماشي كده بلاقي في جزء هنا، ولازم تشوف فين، تعمل زوم اوت وتشوف الجزء ده فين تمسحه او تعمل تضمه على الفيديو على حسب انت عايزه ولا مش عايزه. تمام، لازم تركز في الجزء ده كويس. طيب انا وقفت هنا اهوت، نعمل بقى كنترول ام، هتظهر لي القائمه اللي احنا قلنا عليها. خلاص اخترت ال H264 وبعدها اخترت اليوتيوب 1080. بعدها ننزل هنا في خانه الفيديو دي، في حاجه هنا هتلاحظوها، انا قلت ان الفيديو حجمه 716 ميجا. لو انت عدلت البيت ريت، يعني مثلا دي 16 انا خليتها 6، هتلاحظ ان الفيديو بقى اقل من النص في الحجم. تمام، ده بيقلل لك حجم الفيديو، بس الكواليتي بتاعته بتفضل زي ما هي. بس انت بتعملها كده، بتقللها، بتحافظ لك على جودة الفيديو، وفي نفس الوقت بتقلل لك حجمه شوية. لو هتقدر ترفعه على اليوتيوب هترفعه اسرع، واللي هيشوفه مثلا لو شافه بالباقة بتاعة الموبايل مش هيعاني من اي مشكلة، ومش هتخلص له الباقة بتاعته ويدعي عليك طول حياته. بعد كده بتعمل اكسبورت، بس قبلها ممكن مثلا تيجي عند الاوت بوت نيم دي. الاوت بوت نيم بتختار منها المكان اللي انت عاوز تسيف فيه الفيديو. يعني مثلا انا عايز اعمل هنا، تمام، انا هسيف الفيديو في الجزء ده تيم فيو بعد البريمير 2، لان هو ده اصلا الفيديو اللي احنا كنا شغالين عليه. بعد كده تعمل سيف. تمام، كده اتغير لي مكانه باسمه. تمام، ده اللوكيشن بتاعه هنا، يتحط هنا اهوت في الاوت بوت. وبعدها نعمل اكسبورت، هيبتدي يعد معاك زي ما انت شايف كده، وتسيبه بقى ايه ياخد راحته في ان هو يعمل اكسبورت للفيديو.